مع بداية موسم الصيف كل سنة وانتم طيبين. الإخوة التوانسة قال لك فرض إجراءات على الجزائريين السائح المزلوط اللي بيروح يعمل له مشاكل كل سنة. إجراءات منطقية طبيعية جدا بعد معاناة سنين من هؤلاء السياح من نوع خاص اللي يروح ينام له في الحدائق العامة في الجردات، ويروح ينام له على البلاج، ويروح ينام في الطوموبيلات، ويهجم على المطاعم الجياع والسلع المدعمة ياخدوها، والخمرة والعربدة، ومضايقة السياح الحقيقيين ومضايقة شعب تونس، وحاجة كانت طبعا سنوات هم بيتكلموا فيها. فقال لك يا ودي اللي هيجي سائح عندي لازم يبقى سائح مش المزاليط، فيبقى عنده حجز اوتيل عشان ما ينامليش في الشارع في الطوموبيلات، ودي ظاهره سيئه جدا. ويخيموا في الشارع ويناموا على الرصيفه، ويصحى الصبح يتكلم يقف قدام الكاميرات يقول لهم كل حاجه غاليه عندكم، اما تونس مش عارف الدربكه، العيالات، البنات، الستات،